مشكلة إن أنا شايف نفسي متأخر عن كل الناس اللي خلقهم ربنا، عن كل الناس اللي أعرفهم. فلو أنت كده كمان فتابع معايا الحلقة لأنها مهمة للغاية. هنبدأ في الموضوع على طول. يلا بينا. ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم الجميل والدعم منكم. ويلا نبدأ على بركة الله. كل يوم بنمسك الموبايل بتاعنا وبنبدأ نقلب، بنشوف ناس نجحت وناس عدت وناس سافرت وناس عملت مشاريع، والناس دي من سننا والناس دي اتجوزت، فبيجي في دماغنا تفكير ان انا ما اتحركتش من مكاني، انا ما عملتش اي حاجة، وانا بجد في نقطة الصفر او اقل شوية. الشعور ده مش كويس. اصعب حاجة الاحساس ده بيخليك تفقد الشغف اللي هو اصلا بيخليك تبدأ، اصلا بيخليك فقده تماما. عارف المشكلة ان السوشيال ميديا خلت حياتنا سريعة جدا. النجاح بقى سريع، الوصول بقى سريع، التعلم بقى سريع، كل حاجة بتبان ان هي سريعة، ولكن الفكرة ان في دايما خلف الكواليس اشياء انت ما تعرفهاش، اشياء صعبة جدا. وتفكيرك لو ما وصلتش بدري يبقى انا فاشل. التفكير ده جبته منين؟ الحقيقة مختلفة تماما. الحياة مش سباق، ومفيش توقيت موحد للنجاح. مفيش توحيد للنجاح. يعني مفيش وقت انا لما يكون عندي 22 هكون مليونير، مفيش وقت لما يكون عندي 30 هكون كده، لا، مفيش وقت موحد. في ناس بدأت حياتها وهي في سن صغير، ولكن للأسف كل ده ضاع منها لما اتقدمت خطوتين لقدام أو في السن. وفي ناس بدأت متأخر وهي كبيرة، ولكن قدرت إن هي تغير حياتها 360 درجة. فكل شيء بإيدين ربنا. ناس اتعلمت لغة، أي لغة، بعد 20 سنة، وفي واحد لو يكن كمل جامعة بعد ما تم ال30. وفي ناس بدأت تحقق في أحلامها بعد ال30 ولا 40 سنة. الفكرة مش إنك تبدأ إمتى، الفكرة إنك تبدأ أصلا. أنا عارف شعور إنك تبص لنفسك وتحس إنك ضيعت كتير، كل اللي فات بقى ضايع ضايع ضايع، وانت ما قدمتش لنفسك ولا لمستقبلك بربع جنيه. مفيش، ما قدمتش اي حاجه. عارف الاحساس ده وعارف النظره دي جدا وفاهمها جدا. تحس انك المفروض كنت قدمت اكتر من كده، نجحت اكتر من كده، سافرت اكتر من كده، اتوفقت، بس ده كله بايدين ربنا. تحس انت كنت عاوز تعمل فلوس اكتر من كده، او المفروض كنت عملت فلوس اكتر من كده. بس انا جاي اقول لك حاجه مهمه. اللي فات، بنقول في مصر اللي فات مات، فاللي فات ما كانش ليك ابدا، واللي فات خلاص. ما تبكيش بقى على اللي فات، ركز في اللي في ايديك. يعني بكره في ايديك. ربنا عز وجل اراد ليك انك تعيش لبكره، فهو ان شاء الله في ايديك. واسوأ قرار ممكن تاخده انك تزعل على السنين اللي ضاعت منك، مش في التفكير اللي هيجي بعد كده، لا، انت اصلا زعلان وندمان. فانت اصلا مأخر نفسك سنين وخلاص، الحياة ما عادش فيها كتير، فانا عايش على الله وخلاص. ده القرار الخطأ. كتير مننا موقف حياته مش علشان الفشل، بسبب المقارنة. ان هو بيقارن نفسه دايما مع اي حد يعرف. بتقارن بدايتك بمنتصف بداية شخص اخر، بتقارن حياتك باصلا بظروف حد انت ما تعرفوش ولا تعرف ايه اللي ورا حياته بالظبط. هل هي حياة صعبة، هل هي حياة سهلة؟ انت ما تقارنش نفسك باي حد تماما، لو اخوك ذات نفسه. احنا دايما بنشوف النتيجة، بنشوف شخص ناجح فبنشوف النجاح، بس ما بنشوفش ايه اللي ورا النجاح، سنين انكساره اللي حصلت له، بنشوفش سنين تعبه اللي تمت. فاحنا دايما بنشوف النجاح بس، بنشوف النتيجة السهلة، ما بنشوفش الشيء الصعب اللي تم. كل واحد عنده رحلة مختلفة. في ناس اتأخرت علشان تتعلم درس، وفي ناس اتأخرت وفي الآخر وصلت. هي دي المهم. المشكلة مش انك تتأخر، المشكلة انك مقتنع ومقنع نفسك ان التأخير خلاص كده هو علامة النهاية، هو رفع الراية البيضاء والاستسلام. عايز اقول لك التأخير ربما يكون بداية نضج. انت مش هتحس الكلام ده الا لما تحسها بجد، لما تحس انك نضجت بجد. يمكن انت دلوقتي فاهم نفسك اكتر، اوعى عن زمان، بقيت بتحس انك التفكير بقى ظابط شويه، اهدى من زمان بكتير. ويمكن برضو من الخير انك لو كنت وصلت زمان، ممكن انك ما تكونش حافظت على اللي وصلت له زمان. كل شيء مقدر، فخلي في حسبانك الاشياء الجميله، ما تعصبش نفسك ولا تتعب نفسك ولا تخلي اليأس يغمر حياتك. وعارف اكتر حاجه بتدمر الانسان ايه؟ ان هو يفضل منتظر الوقت الانسب، الوقت الامثل، علشان يصور منتظر القمر الاحسن، مستني الوقت الحماس، مستني وقت الثقه، مستني الظروف تتحسن. عايز اقول لك ابدا باقل شيء. بس الحقيقه ما حدش بيبدا وهو كامل. كل الناس اللي بدات كانت خايفه، كانت متوتره، كان بدايتهم شكوك كتير في حياتهم، في الخطوات اللي هياخدوها. في اي حد في الكون كتير قوي مننا
أول فيديو غالبًا كان ليّا مثلًا أنا كنت متوتر وخايف جدًا، طب أنا هاظهر للناس إزاي؟ أنا هاظهر زي ما أنا هاظهر زي ما هاظهر عادي، لازم الإنسان ييجي له انتقاد من اللي حواليه، لو ما فيش حد انتقدك تعرف إنك فاشل بجد. مثلًا بتتعلم لغة في أول أيامك بتكون محبط، اللغة جديدة عليك، تعبان من التفكير، طب إزاي أتعلمها؟ لسان جديد عليك، بداية أي حلم بيكون بدايته شكوك عامةً يعني، بس عايز أقول لك الناس اللي وصلت ما كانتش ناس أذكى، هي بس استمرِّت، يعني ما وقّفتش عن لو تعبت ما وقّفتش، قامت واتحرّكت، نامت واتحرّكت، تعب شوية قام، كمّل، 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 لازمًا تيجي الحياة واحدة، واحدة، مش هتيجي بخطوة واسعة. ابدأ صغير وصغير جدًا عادي، ابدأ على قدّك خالص بالبلدي يعني، ابدأ وأنت ضعيف، ابدأ وأنت مش ما عندكش نَفْس، ابدأ. لو أنت حابب تحفظ القرآن مثلًا، ابدأ اقرأ نُص صفحة، ابدأ اقرأ صفحة. اتعلّم مثلًا لو أنت حابب تتعلّم لغة جديدة، اتعلّم كلمة في اليوم مثلًا جديدة. لو أنت بتحب الرياضة، امشي مثلًا 10 دقايق، نُص ساعة. لو أنت بتحب تصوّر محتوى والّا كده، ابدأ صوّر محتوى مدته دقيقة، دقيقتين، 5 دقايق عادي، وقدّم على الفُرَص اللي أنت شايفها صعبة وأنت أصلًا ما قدّمتش فيها. حابب تشتغل الشغلانة الفلانية، روح لها، خدت خبرة منها والحمد لله ربنا وفّقك واستمريت، استمريت، ما استمريتش أنت خدت خبرة جميلة. الحياة ما بتتغيّرش بخطوات ضخمة، الحياة بتتغيّر بخطوات بسيطة بس على مدار تكرار سنين أو أيام أو شهور. تكرار أو الحفاظ على السعي أو الحفاظ على الخطوة هو اللي بيقدّم الإنسان. تخيّل نَفْسك كده بعد سَنة من النهارده، إيه اللي هيحصل لو بدأت من دلوقتي؟ إيه اللي هيحصل وإيه التطوّر اللي هيحصل في ذاتك؟ إيه اللي هيتم؟ أكيد لازمًا تتغيّر لو أنت بتسعى بجد تتغيّر. قد إيه ممكن إنّك تكون شخص مختلف تمامًا على اللي أنت موجود فيه دلوقتي، وفي المقابل تخيل لو أنت فضلت مكانك بس لمجرد إنك مقنع نفسك إنك خلاص بقيت فاشل وإنك مش هتتقدم والأمور راحت خلاص عليك والحياة قطر وفات. صدقني مفيش شعور أصعب من الندم على المحاولات أصلا اللي أنت ما قدمتش فيها ولا مشيت فيها ولا خطوة. فلو الفيديو ده عجبك وشايفه مفيد ليك أو قدم لك أي حاجة يمكن ده يكون إشارة ليك علشان تبدأ وتتحرك. ما تقولش بكرة، ما تقولش لما أكون جاهز، ما تقولش أنا مستني الأمور تتحسن. ابدأ وأنت في مكانك. أنا بصور لكم من غرفتي المتواضعة عادي. ابدأ دلوقتي ولو بخطوة واحدة، لأن الحقيقة المؤكدة اللي بيبدأ ومستمر على السعي هو بيوصل حتى لو كان أبطأ من شخص بدأ بسرعة وقف في مكانه. فالشخص اللي ماشي ببطء هو هيعديه بمراحل وهيوصل للهدف اللي هو بيحلم بيه. ما تقلقش خالص، انت مش متأخر، انت بس لسه في بداية الطريق. لو وصلت لنهاية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، تعمل لايك. وكان معكم ابن جمال، وان شاء الله المحتوى هيجيب سلاسل كتير جدا وربنا يقدرنا. وده السعي بقى اللي انا بتكلم فيه، ربنا يجعلنا من الناس اللي بتسعى ويكون ليهم جزاء يعني على الكلام دوت. وسلام يا اصدقائي.